السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ازاي عاملين المصدات واخترنا شجرة ايه علشان تبقى مصد للرياح لمشروع اسهم النخيل في الواحات الداخلة بالوادي الجديد. الحقيقة احنا يعني فكرنا كتير في قصة المصدات دي، وكنا جربنا قبل كده الكافور والجزورين، وبعد التجربة الحقيقة يعني خدنا قرار انه مش ده الشجر المناسب علشان نعمله مصد للرياح، وبالتالي اخترنا شجرة السدر البلدي او النبق البلدي علشان تكون هي مصد الرياح وسور داخلي وخارجي للمزرعة. مش بتكلم على التقسيمة من جوه او الشجر اللي قاسم المزرعة نصين يعني كشكل جمالي، لا انا بتكلم على المصدات الرياح. المصدات الرياح عندنا احنا مقسمينها لجزئين. اولا جزء هو داير ما يدور المزرعة، يعني ال 160 فدان اللي احنا عاملين فيهم الاسهم او مقسمينهم، يعني الاسهم داير ما يدور من الاربع اتجاهات. هيكون في شجر السدر على بعد 2.5 او 3 متر بين الشجرة والشجرة، بحيث ان هي شجرة الحقيقة بتقفل كويس جدا، مش هتسمح بسبب شوكها الكثيف جدا بالتسلل من انسان او حتى حيوان، وبتقفل كويس جدا في خلال 2-3 بتكون قفلت كويس. جايز ما بتعلاش وما بتديش ارتفاعات ضخمة زي الجزورين والكافور، لكن الحقيقة جذورها اهون بكتير وبمراحل عن الجزورين والكافور خاصة، يعني جذوره صعبة جدا. احنا طبعا سايبين بين النخلة وبين خط المصدات حوالي 10 متر ونص او 11 متر حسب، يعني في جزء 10 ونص جزء 11 متر، ومع ذلك برضو فكرنا في شجرة جذورها لا تؤذي جذور النخيل بشكل مباشر، وفي نفس الوقت تقدر تحمي المزرعة من اي تسلل وتبقى مصد للرياح في نفس الوقت. طيب هل ده كافي؟ ال 160 فدان دول تقريبا كيلو في 650 متر او في 660 متر، فهل ان احنا لو عملنا مصدات داير ما يدور من الاربع اتجاهات مصدات للرياح ده كافي؟ الحقيقه احنا شفنا ان ده مش كافي تماما، وبالتالي الارض متقسمه نصين، كل نص 80 فدان، كل 80 فدان هيتعمل فيهم كروس او علامه زائد يعني في النص، بحيث انه في النهايه يكون كل 20 فدان محاطين بمصدات الرياح من الاربع اتجاهات. بين النخله وبين مصد الريح سواء الخارجي او الداخلي حوالي 10 متر، يعني 10 متر في بعض حتت 11، بعضها 11 الا ربع حسب التقسيمه اللي جايه يعني، لكن مش اقل من 10 متر. فبالتالي الطول بين المصد والمصد اللي بعده في اي اتجاه باي حال من الاحوال مش هيبقى اكتر من 300 متر، وفي الاتجاه التاني حوالي 250 متر. ده وجهة نظرنا عن فكرة مصدات الرياح، مش بس تبقى مصد، لا تبقى مصد ومانع تسلل، وفي نفس الوقت جذورها لا تحمي جذورها لا تؤثر على جذور النخيل. طيب الجزء اللي في النص احنا الارض متقسمه 80 فدان شرق و80 فدان غرب، وفي النص ما بينهم منطقه الذكور. منطقه الذكور دي هتبقى محاطه من الجانبين بشجر زينه. الحقيقه لسه يعني ما خدتش قرار نهائي في نوعيه الشجر، لكن في الاخر ممكن يبقى مهوجني، ممكن يبقى صرو، ممكن يبقى اي حاجه شكلها لطيف، لان ده الممر اللي داخل والممر اللي خارج، او المدق يعني اللي داخل الارض والمدق اللي خارج منها، وبالتالي يعني فكرت انه يبقى حاجه شكلها لطيف وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها شوك وكده، وبرده فكره ان احنا نعمله شجر مثمر ما يعني بصراحه بره الحسبان خالص. وبالتالي القرار زي ما قلت لحضراتكم انه كل 20 فدان هيبقوا محاطين من الاربع جهات بمصدات للرياح، واخترنا شجره النبق او السدر البلدي مش المطعوم علشان تكون هي شجره المصدات عندنا ان شاء الله في مشروع الاسهم. دعواتكم يا رب بالتوفيق.